ازيكم عاملين ايه؟ نورتوني وشرفتوني. معاكم ياسمين. لو انت اول مره تشوفيني اعملي بقى لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. واي سؤال اكتبيه تحت كومنت انستجرام فيسبوك كمان سناب شات، موجودين اللينك تحت في صندوق الوصف. قبل اي حاجه اللي بده يتجمل يتحمل، ده مثل لبناني انا سمعته، يعني اللي عايز يبقى جميل يستحمل اي حاجه في سبيل ان بشرتك تبقى حلوه وشكلك يبقى حلو. لان اكتر سؤال زي بشرتك حصل فيها ايه؟ انت بشرتك اتغيرت، ما كانتش كده في الاول، انت عملتي ايه؟ انا هقول لكم المنتجات اللي انا استعملتها والخطوات اللي وصلت بشرتي تبقى كده. الموضوع خد مني بالظبط 7 شهور او اكتر من 7 شهور. الموضوع مش سهل خالص وصعب جدا جدا. اول حاجه انا ببتدي بيها هو الهايدرو فيشل. قعدت ادور ايه اهم خطوه لازم ابتدي بيها في تنظيف البشره، هو الهايدرو فيشل. الهايدرو فيشل طبعا انا صورت لكم الفيديو كامل وانا رايحه اعمله، ودي صورته دلوقتي وكمان اللينك تحت في صندوق الوصف علشان تروحوا تتفرجوا على الفيديو بعد ما تخلصوا. الهايدرو فيشل بتنظف المسام بتاعه الوش، بتوصل لتالت طبقه من البشره، بتشفط ده كله، اي رؤوس سوداء، تنظف عندك المسام. انا عندي هنا مسام واسعه واكيد باينه في الفيديو، انا بقرب كل شويه عشان فوق وشي. بشرتي كلها كانت غريبه. طبعا مهما شربت كولاجين مهما عملت بحس ان الافكت وقت مؤقت وبيروح. بعد ما عملت الهايدرو فيشل بدات اعمل الديرما بان، وطبعا انا عملتها وصورتها، وده الصوره بتاعت الفيديو واللينك برده تحت في صندوق الوصف. عملت طبعا الهايدرو فيشل بعملها مرتين في الشهر، ديرما بان بعملها مرتين في الشهر، دي حاجه اساسيه ماشيه عليها. وبعد 6 شهور من الجلسات اللي بعملها مرتين في الشهر من الديرما بان، بقيت اعملها مره واحده في الشهر، والهايدرو فيشل بعملها مرتين في الشهر. طبعا دي تكلفه عاليه جدا ومش اي حد يعملها. المنتجات اللي انا كنت بستعملها خلال فتره ال6 شهور ولغايه دلوقتي انا بستعملها، وطبعا كل واحد حر، اللي يقدر يشتريها يقدر يشتريها، واللي ما يقدرش يشتريها طبعا ليها بدايل. انا هتكلم ان شاء الله في فيديو تاني عن البدايل. اول حاجه بعد الديرما بان على طول بعمل ايه؟ وشي طبعا يبقى كله دم. هي بتقولي سيبي وشك ده غرقان بدم وكده لمده ساعه لغايه ما تروحي. انا ساكنه مثلا هي في التجمع الخامس وانا ساكنه في اكتوبر، كنت بقعد ساعتين في الطريق ماشيه بالدم بتاع وشي كده، بتقول لي ده كويس ومش عارفه ايه والجو ده، وفعلا ده كويس كل حاجه. بعد ما بروح البيت بغسل وشي باي غسول خفيف جدا، زي شان غسول مثلا للبشره الحساسه، اي غسول خفيف مخصص للبشره الحساسه، تمام؟ لان بشرتك ساعتها بتكون منتهبه وتعبانه جدا. طبعا انت حاطه بنج وكل حاجه، مش حاسه اول ما البنج يروح بيبقى فيه وجع والم بسيط شويه. اول حاجه كنت بستعمل هو لاروش بوزيه سيكا بلس، تمام؟ هو ده اللي كنت بستعمله، تمام اهو. ده طبعا ده الحجم الصغير، انا كنت جايبه الحجم الكبير مش موجود في مصر دلوقتي، هو الحجم الصغير. بعد ما بتخلصي الجلسه بتحطي لاروش بوزيه سيكا بلس على وشك، تغرقي وشك، حرفيا تغرقي وشك، وشك يفضل مترطب كل شويه. يعني كل شويه كنت بحط على وشي لان وشي بيبقى ناشف جدا. وشك لما بيكون ناشف بعد الجلسه تعرفي ان الكولاجين والدوره الدمويه بدات تضخ الدم في وشك، وكمان الكولاجين بينشف البشره، فلازم على طول ترطيب طول الوقت. تاني يوم الصبح بقى انا بصحى من النوم خلاص غسلت وشي، اعمل ايه؟ عندي يا ستي طبعا فيتامين سي. فيتامين سي دوت انت حره، انا بقولها تاني اهو، كل واحد حر، تمام؟ انا عندي فيتامين سي اللي بشتريه هو ده باودر، طبعا بتخلطيه كده وتضغطي من تحت ضغطتين بيطلع لك تعملي 5 نقط على وشك. دي العلبه بتاعته عشان لسه جايبه واحد جديد، هو ده فيتامين سي، هو ده كمان بستعمله. حلو قوي والله العظيم. والحاجات دي كويسه جدا وبتنور البشره وبتحافظ على شكل البشره. طبعا بعد ما بنخلص السيرم بخليه يشرب وشي شويه كده، استنى 30 ثانيه، بعد كده بحط طبعا الكريم المرطب ده تاني، سيكا بلس من لاروش بوزيه، هو ده انا بحطه تاني على بشرتي. وبعد ما بحطه على بشرتي لو انا خارجه الصبح كريم الشمس بتاع لاروش بوزيه برضه، انا معلش انا متعوده عليه ومش عارفه اغيره. كل واحد طبعا حر، وان شاء الله هقول لكم البدايل بتاعته عشان محدش يهاجمني في الكومنتات. لو انا خارجه الصبح، لو انا مش خارجه الصبح طبعا بحط الكريم المرطب ده تقريبا 3 4 مرات في اليوم، ما عنديش مشكله، لغايه ما وشي بحس ان هو متحسن، وابتدي استعمل الكريم بتاع جلامي لاب، هو ده اروع كريم مرطب انا شفته في حياتي. تاني حاجه بقى، طبعا قبل ما تلمسي وشك لازم تكوني رشه بايديكي كده، معاكي ازازه كحول في اي حته، ما ينفعش تلمسي وشك وايدك كمان مش نظيفه، لازم ترشي ايدك بكحول وكمان تكوني غسلاها، لان وشك ده فيه خروم ودلوقتي تعبان، فلازم جدا جدا تشطفي ايدك كويس قوي عشان ما يحصلش اي التهاب في بشرتك او اي حاجه، وبعد كده تقولي العياده هي اللي جابت لي التهاب وهي ايديكي اصلا. فلازم قبل ما تلمسي وشك في اي حاجه حتى لو مش عامله بشرتك لازم تعملي ايدك على
على طول بكحول. انا عندي ازازه كحول كده حطها على التسريحه قبل ما المس وشي، رشتين على ايدي على طول، لازم، ده حاجه اساسيه. بالليل بقى بعمل ايه؟ طبعا الريتينول بتاع لا روش بوزي، انا ما لقيتش احسن منه خالص نهائي، ده اللي بستعمله بالليل قبل ما انام، ده مهم جدا، ده تستعمليه طول السنه ال 365 يوم. عامله ايه على بشرتك؟ تحطيه على طول. طبعا انا كل اسبوع لازم ماسك، كل اسبوع ما ينفعش، واهم ماسك فيهم هو ماسك التقشير بتاع ذا اوردرينير. طبعا احنا في فصل الصيف، في تراب، في بلاوي، في شمس، فيها كل حاجه، فلازم تحافظي على بشرتك قدر الامكان. يعني اي بقعه بتحصل من الشمس، الناس اللي عندهم نمش، الناس اللي عندهم كلف في بشرتهم، الناس اللي بيعملوا تقشير في بشرتهم وعايزين يحافظوا على الطبقه اللي عملوها والتقشير اللي عملوه، لازم على الاقل ده مره في الاسبوع، على الاقل هو مكتوب عليه مرتين في الاسبوع، بس مره حلوه قوي. ذا اوردرينيري دوت انا اتكلمت عليه تقريبا كتير قوي قوي، والناس بجد مش عارفه اهميته قد ايه، وقد ايه كويس جدا، بس لازم تجيبيه في مكان موثوق فيه او صيدليه موثوق فيها، لان طبعا في منه فيك كتير قوي قوي. ان شاء الله في فيديو كده تاني هقول لكم الفيك مش من الفيك، عشان وانتوا رايحين تشتروا تبقوا عارفين، حتى لو ايه بيقلدوا حتى الازرق اللي تحت ده، عارفين الكود الازرق ده بيقلدوه برده، فانتوا لازم تكونوا عارفين، ولما تجربوا الحاجه هتعرفوا راحتها. انا مع الوقت بقيت اعرف من المنتج نفسه، يعني مهما كانت الصيدليه المنتج نفسه ده الكواليتي بتاعه هو نفس الكواليتي الاصلي ولا لا لما بجرب. فان شاء الله في فيديو هقول لكم، او في ستوري صغيره كده هعرفكم كل حاجه عليها على طول، ما بغيرهاش. تاني حاجه برده مهمه جدا هو الشيت ماسك. الشيت ماسك الكوري افضل ماسكات تجربيها في حياتك، لازم، مهمه جدا. وكمان الشفايف، انا على طول بستعمل مقشر الشفايف ده برده مهم جدا. وعلى فكره الديرمابان بعملها برده لشفايفي، انا كل وشي برقبتي لغايه هنا كلها بتبقى مخرمه ديرمابان كتير قوي قوي قوي، بسبب ديرمابان غيرت وشي. ماسكات التين مهمه جدا في الصيف اكتر ما انتم متخيلين. ماسكات التين دي لازم تعمليها على الاقل مرتين في الاسبوع، بسبب التراب وسبب العوامل اللي احنا عايشين فيها في مصر والحر الجامد ده، وبشرتنا طول الوقت التراب بيلزق فيها، لان احنا بنحط سكين كير وكريمات وكريم شمس وكريم اساس وباودر، كل حاجه. فانت خدي بالك من التفاصيل الصغيره دي، لان بجد بتفرق جدا. حاجات بتعمليها ممكن تقول دي مش مهمه، ما عملش فرق في بشرتك، لا عمل فرق في بشرتك والله. بجد الواحد لما بيقعد يقرا عنها كده بيكتشف انها فعلا كويسه، فعلا بتشد البشره. انا جايبه الحاجات دي من زمان، مش هتصدقوا على فكره. انا بعمل ديرمابان مرتين في الشهر، ووصلت في شهر او شهرين كنت بعملها 3 مرات في الشهر. كنت بستعمل كميه كبيره من الهيرونيك اسيد، وكميه كبيره من فيتامين سي على بشرتي، وكميه كبيره كمان من كريم الشمس. يعني كنت بخلص ربع ازازه كريم الشمس كده وانا خارجه، عشان وشي بيبقى احمر جدا ملتهب جدا جدا، وما يتعرض للشمس لو نازله مشوار ضروري. كنت بجيب الحاجات دي كلها بكميات. وطبعا ان شاء الله انا دلوقتي بحضر لكم فيديو هقول لكم البدائل اللي انا بستعملها دي هتجيب لك نفس النتيجه مع الجلسات بتاعه الديرمابان. الجلسات مهمه جدا، هي اللي بتحسن البشره، واي حاجه بتحطيها على بشرتك بتستقبلها، اي حاجه بتعمليها على بشرتك بتستقبلها، اي حاجه حتى لو رخيصه بتستقبلها، فبتديكي النتيجه بتاعه المنتج. مهما كان المنتج غالي، لو بشرتك مش مهتميه بيها مش هتديكي النتيجه اللي انت عايزاها. وما تنسيش تعملي لايك للفيديو، اشتراك في القناه، وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. انا مين؟ انا ياسمين، وهستناكي الفيديو الجاي. باي باي.